تسلم يا طيب. الشاورما مالتهم هنا يسوونها على الطريقة الموصلية، حمص القص العراقي القديم اللي معروف عليه انه طماطة ولحم وصوص بدون اي اضافات. اي اضافات ثانية انضافت حديثا فهي دخيلة على القص العراقي. هاي اضافة ولا ضيافة؟ هاي ضيافة مجانية. عاشت ايدك، جزيل الشكر حبيبي. اجاني هذا المعون ضيافة، يقول هذا اختصاصنا بس، اللي هو خبز بالدهن ويا شنو الحنينة ليه. كلش طيبة هاي الخبزة اللي فوقها ليه، بس المشكلة مالتها شنو يعني اللي عندهم مشكلة ويا الدهن يشتغلوا وياهم، يعني كمية الدهن كلش هواي. بعد ما كملنا اكل خلينا نروح ونعرف الاسعار اللي عندهم. كيف صار الحساب؟ خليها على حسابك. تسلم حبيبي، رحمة الله والديك، اشكرك. 10. طبعا هاي الوجبة كلها كانت ب10,000 دينار عراقي. انا اشوف الرقم كلش منطقي، يعني مو مبالغ به بالنسبة الحجم وكمية الشاورما اللي كانت موجودة، وخصوصا اللحم عراقي وقدامك يشرح ويشوي.